السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لجميع المتتبعين والمتتبعات الأعزاء الأوفياء داخل وخارج أرض الوطن. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا. إلا جات على خاطركم ما تبخلوش عليا باللايكات وبالتعاليق ديالكم. وكيف ما شفتوا من المينياتور ومن العنوان غادي نتكلموا على السيدة سعاد أورغانزا والأستاذ المحترم خالد الداودي المحامي ديال بوكريشة. المهم، أول نقطة اللي غادي نتكلموا بها فيها بالنسبة لسعاد أورغانزا هما جوج. أول حاجة هي انها اللي طالبت بالفلوس ديالها ترجع ليها واحد القضيه. انا قبل ما نعرف بان سعاد اورغانزا، قبل ما نعرف انها هي سعاد اورغانزا اللي كانت مثلا جات باش تمول شكايات، وكنت كنقول واحد القضيه، كنت كنقول واش هاد السيده شافت الطرف الاخر اش كيقول، واشنو قال، واشنو داز وكيفاش. انا قبل ما نعرفها هي اورغانزا كنا كنسمعوا غير سعاد وما عرفنا، ما عمرنا شفنا لا وجهها لا والو، ما عارفينهاش، يعني كانت مازال يعني ما عرفناش بالنسبه لنا علامه استفهام. كنت كنقول هاد السيده هذه اللي جايه تخلص شكايات واش عارفه شنو كيقول الطرف الاخر، واشنو دار، واش هذا. هذه الاولى. ثاني حاجه، من حقها تسترجع الاموال ديالها اللي تعطات عن طريق التضليل. ضللوها مثلا، ما جاوهاش للصراحه، ما قالوش ليها راه حنا تنسبوا تنعايروا، ما قالوش ليها راه حنا تنديروا تنفعلوا تنتركوا، باش ملي هي تعطي فلوسها تعطيهم وعارفه علاش عطاتهم. حيت الناس دابا كتعطي فلوسها كتبغي الاجر، ماشي كتقلب على السيئات. ومن حق السيده ترجع فلوسها وديك الساعه تصدقهم، تلوحهم، كيف ما بغات دير لهم دير لهم، هي حره. انا بالنسبه ليا هذه في القضيه ديال بالنسبه للسريعه، فهمتوني؟ بالنسبه للفلوس خاصها ترجع فلوسها. وبالنسبه للتنازل، شوف انا نقول لك واحد القضيه، التنازل ما يمكن ليش ندخل ولا نقول شي حاجه. هي تعرف وتشوف وهي وعائلتها الا بان لهم، ما نعرف اش غادي نقول، ما نقدرش نقول شي كلمه ولا. هي تعرف، تشوف، بغات تسمح الله يجازيها بخير، ما بغاش تسمح الله يجازيها بخير. القرار راجع ليها، فهمتي؟ لانه كنظن ان ديك السيده طيبه، لو كان غير جاوها بلاتي هي احسن، وماشي لذاك السريعه تبقى دير لها اعتذار ديال الميكا من هنا واعتذار ديال الميكا من ليه. تسمح ليها السيده، ماشي شي وحده اللي فيها زعما المشاكل ولا اللي قلبها قاصح وداك الشيء. لا 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 لا، غير هي طلع ليها الدم هي وعائلتها من انه كيفاش كيتعاملوا معاها. بقى اعتذار بالعاني، اعتذار ديال الجوميه وداك الشيء، فهمتي؟ انا هادشي اللي بان لي، لانه شويه ما بقيتش هربت، ما بقيتش متبع الاحداث، هربت بحال الاتساع. ولكن دابا حاليا ملي بديت كنرجع نشوف داك الشيء، راني هادشي اللي استنتجت. هذا بخصوص سيدة أورغانزا. بالنسبة للأستاذ المحترم خالد الداودي، أنا قبل ما يكتشف وقبل ما يطرالو هذا المشكل مع السريعة كنت كنتكلم عليه باحترام، ودائما كلامي كان مصحوب بالأستاذ المحترم خالد الداودي. دائما كلامي الموجه للأستاذ المحامي كان باحترام وباستعمال كلمة محترمة. علاش؟ لأن داك السيد كيدير خدمته أولا، ماشي منو حتى شي كلمة ديال العيب، ما قال حتى شي حاجة خايبة على سعاد. اوكي كان كيدافع، ولكن راه اي واحد مثلا راه في المحكمة ملي كيكون تمشي توقف في قفص الاتهام كيكون ظالم ومظلوم، بجوجهم كيكون عندهم محامي، فهمتي؟ لانه مثلا انا مثلا غنشد مثلا نكون في شي دولة مثلا أوروبية مثلا، ونتعدى على شي واحد مثلا لا قدر الله، وغنمشي عند المحامي، انا غادي نمشي وغادي نبين راسي من ياك ولا لا، غطرا ولا ما غطراش. لكن هنا في المغرب الحمد لله، شوف المحامين ديالنا الله يعمرها دار، ونزهاء وكرماء وشرفاء، وكيأديو ديك المهنه على اكمل وجه، راه مأدين عليها القسم. فهمتوا ولا ما فهمتوش؟ وشوفوا النبل والاخلاق والطيبوبه ديال هذا السيد مسكين الاستاذ خالد الداودي. الانسان قبل ما يكون محامي كيفاش بغى يترافع ويآزر على سعاد ضد العقوق. شوف السيد مسكين بقات فيه سعاد، يعني باش تعرفوا الانسان راه واخا محامي راه فيه الانسانيه، راه فيه الرحمه في قلبه. السريعه راه خطيره في هادشي ديال ملي كتبغي ترجع تبان مظلومه وتبغي تبان زعما منهزمه ومنكسره، عندها اسلوب خطير في الاقناع. ما تنساوش بان السريعه ذكيه،
حنا راه كنتعاملوا ماشي مع السريعه كمؤثره ولا كصاحبه، لا 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 لا، السريعه بثقافتها المشقفه وكنتعاملوا معها بواحد الذكاء وبليكسبيريونس ديال شحال من عام. راكم عارفين الاكسبيريونس اللي عند السريعه راه ماشي سهله، يعني باش ملي غتجي تساطح ليكسبيريونس ديال السريعه مع سعاد لا مجال للمقارنه. سعاد عندها ليكسبيريونس في الحنه، في النقيش، في نقدر نقول لكم تصلي على النبي وتزغرت، هادشي اللي عندها. اما الاخرى لا، الاخرى راه مجهده في بزاف ديال الحوايج. ايوا بلا ما نكمل في فهمي فهم، دونك داكشي ما مقادش. المهم اخوتي، واش كلامي فهمتوني شنو بغيت نقصد ولا ما فهمتونيش؟ لا راه كلامي واضح وباين، راه داكشي اللي بغيت نقصد راه واضح. هاد الاستاذ هذا والله القسم الا شوف انا فرحت، عرفتي فرحت بزاف 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 ملي سمعتو انه باغي ازر سعاد ويوقف معاها، لانه علاش فاهم الملف وفاهم الشخصيه ديال الطرف الاخر كيفاش دايره، وفاهم النرجسيه ديالهم، فهم بزاف ديال الحوايج. الاستاذ خالد الداودي راه ما جاش وبغى يترافع على سعاد غير هكاك. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ راه يعني مادام انه بغى يترافع على سعاد وبغى يازرها، الا وهو متاكد مليون في المية على هاد العقوق وعلى هاد الظلم وعلى هادشي اللي كتعرض ليه سعاد. ومن هذا الفيديو انا كنقول الله يرحم لك الوالدين والله يجازيك بخير. انا كنتكلم معك كانسان قبل ما تكون بصفتك كمحامي. من طبيعه الحال المقامات محفوظه، وحنا شوف سبحان الله العظيم، شوف حنا كنتكلموا على الناس، شوف نتكلموا على الناس باحترام وما نهاجموهمش. لا 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 لا، ماشي اسلوبنا، لا لا ماشي ديالنا ياك. ايوا شنو، لكل مقام مقال ولكل مقال مقام، وهذا الشيء اللي كاين. وبالنسبه لي انا شوف، انا والله القسم كنتمنى ان سعاد تقبل ان الاستاذ الداودي يترافع عليها ويكون حتى هو بجانب الاستاذ الروقاني يعني في المحكمه. والله ما زعما ما كرهتش انها تقبل، لانه غتكون اضافه ايجابيه للملف. من طبيعه الحال مادام ان هذا الاستاذ يعني بغى يطوع ويوقف مع السيده، راه الله يرحم ليه الوالدين والله يجازيه بخير. وكنظن راكم عارفين هاد الشيء ديال لي ريزو سوسيو اللي داز واللي تمارس على سعاد، راه ما يمكنش، راه الجبال وما تستحملوش. الجبل كون كان داز عليه هادشي اللي داز على سعاد، كون راه هبط للارض. واش نقول لكم، لا اله الا الله. شوف بعدوا ولادكم على لي ريزو سوسيو، نصيحه لوجه الله، بعدوا ولادكم على لي ريزو سوسيو. وقضيه مهمه، قضيه مهمه، التربيه ديال الاولاد ما تربيهمش يهزوا يديهم ولا يهزوا صوتهم عليكم من الصغر. لا لا، الاحترام خاص يكون الاحترام. ما تبقاوش تتوحلوا مع اولادكم، وياكم تدصروهم وياكم تفشوهم، راه الفشوش مصيبه كبيره. هذه نصيحه لوجه الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.